محدش راح دمياط أو راس البر غير لازم ياكلها. الفطيرة الدمياطي الحادقة حاجة كده مورقة وطعمها يجنن، وطعمها مختلف تماما عن البيتزا الشرقي اللي احنا متعودين عليها هنا. هنعملها، بس طبعا الفطاير في دمياط كبيرة وحجمها كبير، هنعمل كده كام فطيرة صغيرة على قدنا، ان كل واحد ياخد فطيرته وياكلها بمزاجه. اول حاجة هعمل الحشو، طبعا الحشو ده بتاعك بس. احسن حشو للفطيرة هما نوعين، اللحمة المفرومة والسجق. هنحط السجق بعد ما قطعناه حتت صغيره، بس انا مكبره اللي عامله زوم على السجق عشان خاطر باين كده كبير. طبعا هو متبل، بس انا لازم احط التاتش بتاعي، ماليش دعوه. حطيت رشه ملح ورشه توابل سجق، دي اشتروها من عند العطار بتدي طعم حلو جدا، ورشه من الفلفل الاسود، وقلبتهم. مش هتحطي خضار يا ايه؟ لا، انا مش هحط خضار. انا هحط خضار في مرحله تانية. اول ما ينزل الدهون بتاعته كده هسيبه يتسبك فيها دقيقتين تلاتة وخلاص، وهقفل عليه. هبدأ انزل الدقيق ده، طبعا دقيق تستخدميه اللي هو لجميع الاغراض. احط عليه رشة ملح، رشة سكر، وابدأ انزل عليه المية بالتدريج. طب انت حطيتي قد ايه؟ انا هعمل مثلا 4 5 فطاير، فانا حطيت كيلو الا ربع من الدقيق. انت هتعملي اكتر من كده زودي الدقيق. وكده كده العجينه دي حلوه، تقدري حتى تعمليه بعد بيها الفطير المشلتت وتورقيها بزبده او سمنه، يعني ما تقلقيش لو العجينه فاض منها. بس اهم حاجه وانت بتعجني لقيتيها مفتله زي كده، ابداي نزلي عليها الميه، ابداي اعجنيها كويس جدا من غير ما تحطي عليها اي زيوت في المرحله دي. المهم انها تلم معاكي وما تبقاش ملزقه خالص، يعني لازم يبقى جنبك ميه ودقيق. كل ما تلاقيها ملزقه تنزلي حبه دقيق، لقيتيها مفتله نزلي حبه ميه، بس طبعا بالتدريج، ما بندلقش الميه على طول، وابداي اعجني فيها كويس جدا. اول ما تخلصي عجن كده هتلاقيها كلها لمت مع بعضها وايدك ما بتلزقش فيها. خلاص ابداي نزلي عليها 3 معالق من الزيت، وابداي لميها تاني بالزيت. هنبدا على طول بعد كده نعجنها؟ لا، لازم اعجنها زي ما انتم شايفين كده، اعجنها كويس جدا بالزيت. وبعد ما تتعجن واحس ان الزيت وصل لها كلها، هبدأ اقسمها لكور. مش هسيبها تهدى وهي على بعضها، لا، عشان لو سبتها تهدى على بعضها بعد ما اقسمها الكور هسيبها تهدى تاني، فهي مش موال يعني، عايزين نتغدى. هجيب صينيه احط فيها حبه زيت، وابدا اكور حبه كده يعملوا معايا فطاير صغيره. لو انت هتعملي الفطيره الكبيره هتقسميها لثلاث كور كبار، لكن انا طبعا هعمل فطاير صغيره. هقسمهم كور كده واغطيهم بالزيت، وطبعا الصينيه اللي محطوطه فيها زيت. وبعد كده هسيبهم يريحوا نص ساعه او ساعه الا ربع، يعني ايه، يهدوا كده بعد الضرب اللي انا ضربته فيهم وعشان اعجنهم. عملوا معايا حوالي كيلو الا ربع من الدقيق ده قد ايه؟ عمل معايا حوالي 9 من الكور الصغيره. كل كوره من دول هتتفرد زي الورقه بالظبط، زي ما انت هتشوفيها بعد كده. هتتفرد ورقه بسيطه جدا جدا جدا، يعني عجينه ورقه جدا. سبتها تهدى ساعه الا ربع، بعد كده هتجيبي الرخامه او هتجيبي المفرش السيليكون زي اللي انا جايباه كده ودافعه فيه دم قلبي وفي الاخر اتقطع على طول. احط فيه معلقه زيت، ابدا افردها كويس قوي. اهم حاجه في الخطوه دي انها تتفرد ورقه بسيطه جدا، وما تقلقيش تقولي لا ده ما بتتفردش معايا، لا، هتتفرد معاكي بسهوله. انا فردت واحده على ورقه السيليكون، وفردت واحده على الصينيه، عشان خاطر اسهل بقى، مش كل شويه افرد ورقه وانقلها على الصاج واحشي، لا. فانا قلت ايه، عشان انجز بقيت افرد كوره كوره، واحده على السيليكون والتانية على صينيه، عشان خاطر اعمل الحشو، عشان اتاخرت جدا جدا على الغدا. خلاص، اهم حاجه زي ما انتم شايفين عملناها ورقه بسيطه. خلاص بقى نبدأ نحط الحشو. ما نقلقش من القطعات اللي حصلت في العجينه دي، كل ده بيتلم في الاخر. مش قلت لكم الخضار هيتحط في مرحله معينه؟ حطينا الطماطم، حطينا الفلفل، احط بقى نوع موتزاريلا. اول مره اجربه معاكم وبصراحه وهمني، كان حلو جدا جدا جدا، اسمه البدران. بجد حلو قوي، انا ما بقولش حاجه حلوه غير لما تبقى حلوه، فجربوه على ضمانتي. حطيت موتزاريلا البدران، وكان طعمها حتى وهي بتتاكل حاف كده، انا بعرف انها حلوه ولا لا لما اكلها حاف كده ولاقيها حلوه. زي ما انتم شايفين طبقته 4 تطبيقات. نيجي بقى للكورة اللي انا كورة العجينة اللي انا فردتها على الصينية، الفها بيها تاني. هسيبها مكعبرة كده زي ما انتم شايفين، او عملتها منديل؟ لا، ابدأ افردها بايدي، حاجات بسيطة، ما تقلقيش من القطعات دي، هتلم معاكي في ثواني، والزيت هيخليها تتفرد معاكي حلو جدا. في خطوة بقى إيه ما تصورتش، ان انا بدهن الوش ببضاية بلبن، وحطيت شوية موتزاريلا. دخلت الفرن لمدة 10 دقايق في الرف اللي في الوسط على درجة حرارة 180، وبعد كده الشواية محتاجتش شواية كتير، هي دقيقتين. بجد حلوة جدا ومورقة وطعمها حلو، وفكرتنا بأيام دمياط وفطير دمياط الجميل.
دعوة حلوة منكم في التعليقات. آية فاروق.